حبايب قلبي وحشتوني قوي احلى متابعين. نبتدوا فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى اكون خفيفه على قلبكم. انا جيت رحت السوق لقيت الباميه زي الفل، جميله جدا وخضره وحلوه قوي، وخزيني دلوقتي احسن حاجه تخزني فيها. بصي كده، دي الويكه، انا ما بحبش الكبيره، هي كده حلوه قوي تحفه. بصي يا بنات، جميله قوي، تتاكل اكل، خضره وجميله تحفه بجد. هي دي فعلا اللي تتخزن. جبت كمان الصغيره دي كمان عشان خاطر البرام، بتبقى تحفه يا بنات، جميله جدا. نبتدي مع بعض نعمل الويكه. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونبتدي نعمل الويكه، ننقي الكبيره كده ونبتدي نعمل الويكه. اقطعها ازاي؟ اقطعها من هنا كده يا بنات، كده ماشي. وانتي قاعده كده تنقي الصغيره تخليها لوحدها والكبيره تخليها لوحدها. هنعمل الصغننه، بصوا يا بنات، زي القمع كده، ما تجرحيش. بصي يا بنت، بصي يا حبيبتي، اهي زي الفل. بالصغننه كده، انا بحب قوي الصغننه دي، اي نعم هي بتتعب بس الصراحه بتبقى لذيذه، بتبقى شكلها حلو قوي في الاكل. اهو يا بنات، نبتدي كده نخزن كده، وتحطي كل حاجاتك كده في التلاجة، كل حاجه تبقى موجوده عندك. دي تتخزن من السنه للسنه، بتبقى زي ما هي تحفه وجميله. خليكي بس معايا وانا هقولك طريقه التخزين اللي صح. والله انا عندي من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي باكل فيها وتبقى خضره زي ما هي. تمام كده. اهو يا بنات كده انا عملت معاكم كذا واحده. اهي حبايبي، نعمل مع بعض اخر واحده كمان. حاولي ما تجرحيش، زي القمع كده، بصوا تحفه بجد. ابتدي خزنيها دلوقتي واشليها، احلى تخزين ليها. حبايب قلبي، انا قمعت الباميه بتاعتي زي الفل اهي، جميله جدا. ونبتدي بقى زي ما انا قلت لكم الكبار كده اللي احنا هناخدهم، وابتدي اقطعها كده سمكها، ولا هو كبير ولا هو صغير. تمام كده، كده زي الفل. يلا بينا بقى نشوف الطريقه ازاي، لان الطريقه جميله جدا، بس امشي على صواتي وانت تاخدي احسن تخزين للباميه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. نبتدي بقى نشوف طريقه التخزين في الويكه. انا حطيت شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي احط الباميه بتاعتنا الويكه. طريقه جميله وامشي عليها زي ما انا هعملها كده، وانت تاخدي احسن تخزين، وهتاخديها خضره وكانها لسه جايباها دلوقتي حالا. بس ما تحطيش كتير، شويه شويه كده عشان خاطر تبقى خضره معاكي. وهحط كمان نص ليمونيه، وابتدي اقلب وانا موطيه العين. هتاخدي احسن تخزين باميه، جميله جدا. دي الويكه زي ما احنا اتفقنا كده يا بنات، طريقه جميله وطريقه حلوه قوي قوي قوي، وجربيها وعلى مسؤوليتي، وهتقولي فعلا يا سحر طريقتك حلوه قوي. انا موطيه عليها كده وايدي برضو فيها. طب اعرفها ازاي يا سحر لان كده خلاص؟ هقول لك تعرفيها ازاي. هعرفها لانها شكلها هيبقى غير معاكي كده. بصي الخضران خضرا، بصي كده حلوه قوي كده. غلفناها بالزيت والليمون. هبتدي بقى اجيب اي صينيه كده عندي وابتدي احط فيها كده. تمام كده لغايه ما اخلص كل اللي عندي، واسيبها تبرد، وبعد كده ابتدي احطها في الكياس عندي. تمام كده. بصوا يا بنات خضرا وزي الفل ازاي، حلوه قوي. هخلص ده واحطي شويه الباقيين ويبقى زي الفل. احسن خزين هتعمليه في الباميه عندك. حبايب قلبي، نبتدي بقى نشوف كمان طريقه التخزين للباميه اللي هي البرام. هحط ليمونه كامله. انا خليت الميه تغلي، ولازم ان الميه بتاعتك تبقى تغلي كده. وهحط كمان معلقه سكر. تمام كده. طريقه حلوه قوي والله، طريقه بسيطه مش هتغلبك ولا اي حاجه. وابتدي احط الباميه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب الباميه بتاعتي تاخد غلوه اتنين، واكون محضره ميه ساقعه يا اما ميه بتلج. تمام كده. بصي الباميه تبتدي تبقى خضره معانا ازاي، تحفه بجد، حلوه قوي. خزني الطريقه دي هتعجبك قوي. في ناس بتخزنها زي ما هي كده اهوت، يا دوبك تقمعها وتحطها في الكيس
وتحطها في قلب الفريزر. انا دي كنت بعملها على طول، بس بصراحه الطريقه دي عجبتني، طريقه حلوه وبسيطه ومش مكلفه والله العظيم، تحسي ان انت جايباها فعلا لسه دلوقتي من السوق. بس تطلعي الكيس بتاعك على الطبيخ على طول، ان كانت على الصلصه ان كانت على الشوربه. ما تطلعيش من قلب الفريزر وتركني لغايه ما ما التلج بتاعها يصفى منها، لا تحطيها من هنا على التقليه بتاعتها على طول، بس ايدك كده فيها كده طول ما انت واقفه. حبايب قلبي اهي ادي الباميه بتاعتي زي الفل. لما تيجي تشتريها من السوق تشتريها الخضره الحلوه اللي زي كده، ما تشتريش اللي هي بايته اللي بتبقى سمرة. تمام كده، وابقى ايدي فيها على طول عشان كل الباميه كلها تبقى موحده. وعاوزاكي كده تخشي الصفحه بتاعتي كده، تاخدي كده لقطه كده حلوه كده، وكل حاجه فيها هتعجبك. ابتدي بقى اخد فيها كده واحط ميه تلج. تمام كده. بصي خضره وحلوه ازاي، بصي بنات تحفه بجد حلوه قوي. اتمنى ان انتي تعمليها وهتاكلي احلى باميه تخزين من السنه للسنه، وتقعد معاكي كمان اكتر من كده. ميه ساقعه كده واحطها، اللي هي سحر مش ميه ساقعه كمان، ده ميه تلج. ما عندكيش تلج عادي خالص، ميه ساقعه. احنا هي مش ضروري، احنا كل اللي احنا بنعمله عشان نوقف بس عمليه التسويه. تمام كده جميله جدا. حبايب قلبي انا طلعت الباميه بتاعتها من الميه الساقعه، فرشت حته وصينيه وحطيتها اهي عشان خاطر انا لما اكيسها كلها كده تبقى ما فيهاش ميه وتبقى برد. تمام كده. هخليها بقى نص ساعه ربع ساعه على حسب ما تبرد وعلى حسب ما الميه بتاعتها تنشف، وابتدي اكيسها في الكيس ونكيسها مع بعض ان شاء الله. احلى باميه هتاكلها من ايديك. بصي يا بنات، بصي الخضر تحفه بجد. نبتدي بقى نحط في الكياس على قدك وعلى قد طلبك. دي ارويكه بصي خضره وتحفه وزي الفل، على قد الكيس عشان خاطر ما تطلعيش وتحطي تاني. وابتدي اطلع الهواء منه واربطه وانا كيس كده بقى مع نفسي. بصي زي الفل. احلى تخزين باميه هتخزين دي دلوقتي، الحقي هاتيها ورخيصه ب40 جنيه وب35. الاول كانت ب100 جنيه وكنا برضو بنجيبها. بصي الباميه خضره وجميله جدا. انا كده وصفتي خلصت، واقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.